يا طالب ثانوية عامة، انت ليه بتخاف من التاريخ؟ عشان انت دايما بتشوفه مادة حفظ، تفتح الكتاب تلاقي ورق كتير، تحفظ النهارده وتنسى بكره. طب اسمع، انا احمد اسماعيل، وجودي السنة دي عشان اغير لك المفهوم ده كله. التاريخ عندي فيلم، قصة، وانت البطل اللي لازم يفهم كل مشهد، سواء كنت علمي او ادبي، بتحب التاريخ او بتكرهه. انا هخلي التاريخ سلاحك اللي يرفع مجموعة بدل لما يكون هم على دماغك. ايه سر احمد اسماعيل اللي دايما بيخلي الطلاب متفوقين؟ واحد، مش هتسمع مني جملة احفظ وخلاص، هتسمع افهم واربط الاحداث، علشان اللي هتفهمه عمرك ما هتنساه. كل حصه فيها امتحان، يعني مش هتخرج غير وانت ضامن ان المعلومه ثبتت في دماغك. الامتحانات معايا تراكميه، يعني دماغك على طول شغاله ومستحيل تنسى اي معلومه. مش هستناك في الاخر عشان نعمل مراجعه، لان كل حصه مراجعه وتدريب واسئله تراكميه علشان المعلومه تفضل شغاله معاك. انا بعلمك ازاي تقرا دماغ اللي بيحط الامتحان علشان تختار الاجابه اللي هو حاططها مش اللي انت متخيلها. انا احمد اسماعيل، وعد مني التاريخ معايا مش هيكون عبء، هيكون ورقتك اللي هتكسبك. جاهز تبدا امتع رحله في حياتك كلها؟ احجز مكانك دلوقتي وخلي التاريخ معايا اسهل ماده عندنا.